السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وزي ما شفتوا كده اول فيديو هنعمل شوية بدنجان كده حاجة عظمة. مخلي البدنجان ده يعني تقولوا زي المطاعم، تقولوا جايبة الطريقة دي من ناس كبيرة بقى في السن كده وناس خبيرة في موضوع الأكل والشرب والكلام ده. والطريقة دي أنا متعلماها بقالي كام سنة ما غيرتهاش، على قد ما كذا حد يقول لي على طريقة تانية وبتاع وشفت فيديوهات كتير، بس أحسن طريقة بتعجبني وأطعم طريقة ومهما يقعد البدنجان ما طعمه ما يغيرش وما يسودش يعني ما يتهريش. الطريقة دي ممكن بالطريقة دي تقعد معاكي 6 شهور في التلاجة، ما يحصلهاش اي حاجة ولا يدوب ولا يتهري ولا اي حاجة. هنبدأ مع بعض الطريقة يا بنات، وشوفوا ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايب قلبي، جبنا 1.5 كيلو بدنجان، وزي ما انتم شايفين كده بنشيل البتاع بتاعته دي، بس مش بنشيل القمع الابيض بتاعه ده، لا، بنسيبها كده، بنسيب البتاع اللي فوق دي البيضة دي. خلاص بعد كده بنغسله كويس عشان احنا بناخد من المية بتاعته دي. يمكن انا كنت قايله لكم الكلام ده قبل كده في فيديو تاني. خلاص كده، وبناخد ايه بقى؟ غسلناه خلاص حلو. بنحط بقى الحلة على النار، بنحط في الحلة دي ايه بقى؟ ملح وكمون وشوية شطة حمرا صغيرين لو عايزة، وايه كمان، وشوية خل، بس عشان تديكي بقى اللون الحلو ده، لون البدنجان اللي هو بتاع المحلات بقى. شوية الخل، ولو عندك ليمون حطي ليمون، يبقى ليمون وخل. تمام كده. وبنسيبه بقى يغلي مع نفسه. لو انتي هتبدأي تاكلي فيه على طول سيبيه يستوي براحته، يعني يستوي على الأكل على طول. عايزة تشيليه شوية، ممكن تسيبي فيه بقى ايه، يعني تكة بسيطة كده، او تسويه 3/4 سوا مثلا. لو انتي هتشيليه مثلا في التلاجة او في الفريزر يعني. وكمان في نقطة، لو هتشيليه في الفريزر هتحطي على قد الوجبة بتاعتك في اكياس وتحطيها في الفريزر، ما تحطيهوش في علبة عشان ما تطلعيش العلبة كلها وتسيبيها تفك وتاخدي منها اللي انت عايزاه وترجعي ترجعيها كمان مرة. لا، حطي في اكياس التلاجة دي اللي احنا بنجيبها بتاعت اكياس التخزين. حطي على عدد او كمية اللي انت عايزاها في الفريزر، اول قبل وانت بتحضري اكلك كده تقومي مطلعه الكيس هيفك معاكي وتحطيه اكنك لسه عاملاه حالا، يعني بيبقى تحفة مفيهوش اي حاجة تبين يعني او تضايقك ان هو كان في الفريزر. تمام كده. حطينا بقى في الميه زي ما قلت لكم ملح وخل وشويه كمون. الكمون بحطه في الميه بس، ما بحطش كمون في الدقه بتاعته. والفلفل ما بحطش فلفل اخضر كتير، عشان الفلفل الاخضر والكمون بيغمقوا البدنجان، بيخلوه لونه اسود كده، فاحنا مش عايزين حاجه تخليه لونها اسود. يبقى حطينا الميه، حطينا خل وملح وكمون في الميه وسبناه يتسلق. جبنا بعد كده التوم، قشرنا التوم بتاعنا. وبعد كده يا بنات ايه، حطينا التوم في الهون. حطينا مع التوم ايه بقى؟ هريسة شطة عشان موجودة، لو مش موجودة عندي بحط شطة حمرا عادية. وحطيت قرن فلفل اخضر حامي. وحطيت الملح، بس كده، هما الثلاث حاجات دول بس. ولا تحطي كزبرة ولا تحطي كمون ولا اي حاجة، هي الحاجات دي بس. اهي زي ما انتم شايفين كده في الطبق، فضيتها من الهون حطيتها في الطبق. بس يا بنات، وتعيشي بقى حياتك وتملحيه بقى، تاخدي بالحبة كده زي ما انت شايفة، تفتحيها وتاخدي شوية وتحطي في البدنجان ده. اراهنك ان انت يقعد معاكي فترة طويلة في التلاجة ما يحصلوش اي حاجة. عارفة ليه؟ لان احنا بنحط له حاجة مادة حافظة انا نسيت اقول لكم عليها، شوية سكر في المية. بصوا قلبه ابيض ازاي، هيفضل كده لغاية اخر واحدة وهو قلبه ابيض كده زي الفل. من ايه بقى؟ من شوية السكر والملح وشوية كمون زي ما اتفقنا والخل اللي بتحطيهم في المية. هي السكر ده هو المادة الحافظة ليه، مش بيبان ان هو فيه مسكر ولا اي حاجة، لا خالص، بيبقى طعمه عادي خالص. بدل ما نحط ملح ليمون، انا سمعت ان الناس بتحط ملح ليمون، فانا من ساعة ما عرفت ان الملح الليمون دي مضرة قوي، بصراحة بطلت، استغنيت عنها يعني. فشوية السكر نفس الموضوع، يعني بتديكي نفس القيمة. تمام يا بنات. ادينا ملحناهم كلهم اهو زي ما انتم شايفين الكميه بتاعتنا كلها. بعدين ادي بقى بتاخدي شويه الميه وتحطيهم وتحطي شويه خل. تمام، لازم بتاخدي ميه من ميه السلق، هي دي اللي بتحافظ لك عليه برضو، عشان فيها السكر وفيها الكمون وفيها كل حاجه.
شُفت الملح بتاعه كان محتاج شوية ملح، أديني حطيتهم له أهم، وتاكلي أحلى مخلل والله. باقول لِك يقعد 6 شهور عندِك في التلاجة. بُصّي شوية التوم اللي فاضلين دول حطيتهم في طبق، وهاحطهم في كيسة بُصّوا كده أهو، هاحط شوية خل كمان، بدنجان يا بنات زي السكر، عسل، تحفة، أحلى من بتاع المحلات والله العظيم. أدي شوية التوم اللي فاضلين دول غطيناهم بكيسة وحطيناهم في التلاجة لو احتاجناهم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك، في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.